لنا أجل لنا ألو أجل لنا لا لا كده والله العظيم كده شغالة كده. يلا بينا. لأول مرة من 60 سنة المنتخب الأولمبي المصري بيصعد لنص النهائي، وبإذن الله قريبين من إنجاز وإعجاز بتحقيق ميدالية أولمبية في كرة القدم. المنتخب ده بالذات الواحد فرحان ليه، لأن قبل ما يسافر كان عليه لغط وكان عليه مشاكل كتيرة جدا، بداية من النادي الأهلي مش راضي يودي لعيبته، وبيراميدز برضه مش راضي يودي لعيبته، وفي مشاكل كتير. سببها الأول هي رابطة الأندية، اللي هي لغاية دلوقتي الدوري لسه شغال بسبب مجاملات وبسبب حاجات كتير مش جاية أتكلم فيها دلوقتي، ولكن بسببهم الدوري مكمل لغاية دلوقتي، في حين دوريات العالم كلها خلصت، وفي دوريات وفي فرق بدأت أصلا فترة إعداد للسنة الجديدة، وأنت لسه لغاية دلوقتي ما خلصتش أصلا الدوري بتاع السنة اللي فاتت. فدخلت المنتخب الاولمبي في مشكله ان اللعيبه مش عايزه تفرط وتسيب لعبتها في اهم مرحله من حسم الدوري. ولوائحيا بعيدا بقى عن قصه بقى منتخب مصر والقصه دي كلها، لوائحيا الفرق دي عندها حق ومحدش يقدر يلومها ان هي ما سابتش اللعيبه بتاعتها، بعيدا بقى عن قصه ان احنا المفروض بنعمل كل ده عشان المنتخب، ولما بنيجي نأجل افريقيا بنقول اصل بيلعب باسم مصر. كل ده كلام، والمفروض ده يبقى درس للرابطه الفتره اللي جايه او السيزون الجديد. يا باشا انت عندك لائحه هتمشي عليها، تتطبق على التخين، على الزمالك وعلى الاهلي وعلى بيراميدز وعلى كله، وما تفرقش وما تميز بين اي فرق، لان في الاخر بتيجي فوق دماغك. ولكن انا هستعين بكلام الكابتن شوبير، حبيبي حبيب قلبي، اللي هو وحشني جدا، اللي مش عارفين لسه هيعود من رحله الايقاف دي امتى، لان هو كده كده هيرجع، مش هنضحك على بعض، بس انا برضو لسه فرحان وشمتان فيه. ولكن هستعين بكلامه، ولكن المره دي مش هستعين بكلامه في فيديو، ده انتوا هتتفاجئوا. هعمل لكم التيك توك بقى على هنا على اليوتيوب. والله العظيم 3 الماتشات كانت بتتأجل بالتليفون. ألو إحنا هنا إيه عايز إيه يا فندم؟ عايزين نأجل ماتشنا. وقت تاني يقول لك بارك لنا أجل لنا ألو أجل لنا لا لا كده والله العظيم كده شغالة كده. يا عم أقول له يا عم هتأجل إيه؟ هنرجع نلطم بعد كده. حبيبنا بيتخانق يا عم، ما ينفعش يا عم. وده كلام الكابتن شوبير عن قصه التاجيلات ان هي بتحصل بالتليفون. اصل حبيبنا بيتخانق، زي ما سمعته كده بالظبط. والاغنيه الشهيره اللي كابتن شوبير عملها وقالها، اللي مش عارف لغايه دلوقتي الاغنيه دي كانت يعني ما انتشرتش وما اتشهرتش ليه على السوشيال ميديا، انا دي لغايه دلوقتي انا مش فاهم. المهم نرجع لمرجوعنا للمنتخب الاولمبي، وعرفنا خلاص القصه بتاعت هو ليه دخلنا في حسبة بيرما اللي هو وصل لها دلوقتي. نيجي بقى للقصه او الازمه الثانيه اللي الناس عملتها ازمه من غير لازمه وملهاش اي داعي وملهاش اي مبرر بالنسبه لي. زيزو كان طالع لايف بعد الماتش، حمزه علاء قال له والله العظيم يا ابني انت احسن لعيب في مصر، وردد الكلمه تقريبا مرتين عشان زيزو يقول له ما توديناش يا ابني في داهيه، وبيضحك وبيهزر عادي جدا، عشان تطلع علينا بعض الصفحات وبعض الناس يقول لك ازاي زيزو يقول كده، ازاي مش عارف. يا جماعه انتوا واخدين الاثنين بيهزروا مع بعض، الاثنين مع بعض في منتخب واحد. زيزو نفسه عارف ان جمهور النادي الاهلي ممكن يعمل ايه لما يسمع حمزه علاء بيقول الكلمتين دول على زيزو، فعلشان كده قال له الجملتين دول. فالناس خدتها ان زيزو بيحفل، محدش فكر ابدا ياخدها ان زيزو ممكن يكون بيقول له كده عشان خايف عليه من هجوم جمهور النادي الاهلي عليه. لا، احنا هناخدها بحاجه سيئه. زيزو متالق، مش عارفين نتكلم على مستواه، بعد ما كنا نقول محلي مش عارفين نقولها دلوقتي، خلاص اتزنقنا، فنعمل ايه؟ زيزو قال الكلمتين دول، يلا بسك عليه هجوم، مع اي هجوم بقى وخلاص. مش عارفين نتكلم على مستواه، فهنعرف نمسكه في حته تانية او في حاجه تانية. ولما مثلا كنا بنقعد نقول طب ليه يا جماعه بتشتموا، طب ليه مش قال لك اصل هو اللي كان بيبدا، سواء مثلا اتقالت على امام، اتقالت على شيكابالا. طب زيزو عمره ما بدا بمشكله مع جمهور النادي الاهلي ولا مره في حياته، بالعكس كل ما بيطلع بيتكلم على جمهور النادي الاهلي باحترام، بيتكلم على النادي الاهلي نفسه باحترام، وعمره ما فكر يستفز جمهور النادي الاهلي، غير يمكن مره حصلت بعد الماتش الثاني في الاولمبياد لما الناس سلخته سواء اعلام وكجمهور، وقعدوا يقولوا عليه محلي وي الراجل نزل قال شامم ريحه شياطكم، والراجل بعد كده رد في الملعب في ماتش اسبانيا او في ماتش باراجواي. ارحموا الناس شويه، الراجل دلوقتي بيلعب باسم منتخب مصر، باسم منتخب مصر. ولكن لو هتاخد رأي السبب في اللي حصل او بيحصل في المنتخبات، سواء المنتخب الاولمبي او منتخب مصر الكبير، ان هي تقلب زمالك واهلي، وده يشجع لعيبه ده في المنتخب بس ومالوش دعوه باللاعب التاني، وبيستنى غلطه ده وده بيستنى غلطه ده في المنتخب،
هو ان مفيش سيستم، مفيش نظام، مفيش عداله في الاعلام، مفيش حياد. وركزوا قوي في الاسباب اللي انا قلتها دي، هو ده اللي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. سلام.